السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمد أشرف. أنا قلت لكم على كذا فيديو كده، قلت لكم في فيديو كده أنا نزلته في اليوم النهاردة، طبعا على قصة الميت وقصة قبل ما يتغسل. طبعا قلت لكم وهو متغسل. طبعا في جزئيا كده برضو هكلمكم فيها، وده آخر فيديو إن شاء الله انزل لها هتكلم في الموضوع. أي حاجة متوفيين طبعا ذكروا الفيديو عندكم ونشروا الفيديو ده يا ريت بعد اذنكم عشان كله يبقى عارف. يا جماعه خلي بالكم، عشان في ناس كتير سألتنا عن موضوع الروح دي بتطلع منين الاول. لا، الروح دي بتطلع ماشي من الدماغ، من اول حاجه من الدماغ كده ماشي بغايه القلب لغايه ما تطلع من الرجل. ده حاجه حسب ملك الموت، يعني ملك الموت هو اللي بيعملها. يعني ملك الموت، يعني استغفر الله العظيم، يعني ملك الموت هو اللي بيعمل، اللي بيطلعها حاجة حلوة، بيحط له مكانة حسنة، بيحط له مكانة ثواب، بيحط له مكانه في الجنة. دعوة الابن والأب والعيلة. طبعا كل العيلة وعيالها، او ابوهم ميت او امهم ميتة او ابنهم ميت، لازم الدعوة بتاعت الناس اللي عايشة، لازم دعوتهم كويسة، ودعوتهم مش بالشر ولا بأي حاجة، لا دعوتهم لازم كويسة للميت. ليه؟ عشان الميت ده دخلته في الجنة ماشي من عند الله، دخلته في الجنة وعند الله ونعم بالله. ربنا بيقرب للميت ده حاجة بالحسنات، وبيقربه ماشي حاجة بريح القلب ماشي. انت بتوصله في القرآن، وبتوصله الدعوة، وبتوصله من كل ثواب. طيب، في سؤال كده كان حد برضو سألهولي في التعليق، مش هنا بقى، ده الكلام ده في ايه؟ عن طريق اليوتيوب. بصوا يا جماعة، انا برضو مش ما السؤال ده برضو مش هعرف يعني هقوله، مش برضو هسأله واعمله لكم في فيديو تاني. يعني السؤال ده برضو ماشي اللي انا هقوله الله اعلم يعني حقيقة ولا لا، برضو هسأل شيخ ماشي. الموضوع الميت اما ينزل القبر ماشي بيسمع ولا لا؟ لا مش بيسمع. الكلام ده حقيقة. اه، مش هقول لك لا. في سؤال تاني برضو هسأله برضو للشيخ قبل ما ما اجاوب عليه ماشي. انا في شيخ بيعلمني القرآن ماشي عن طريق النت كده ماشي، انا باخده كده بالقرآن. بس اول حاجة ماشي هسأله برضو في شيخ، عشان قبل ما اعمل الفيديو واطلعه فيه عشان اقول لكم بالصراحة. الميت اول ما ينزل بصرخ ماشي، لا مش بيسمع خلاص، بيتفتح عليه خلاص بصرخ خلاص، وبيتقفل عليه بصرخ خلاص، كل سنة وانت طيب. مش بيسمع. بيبدأ كلنا احنا كل الناس بتمشي وبيبدأ تحاسب على اللي عند الله، تحاسب من عند الله ونعم بالله. وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويديلهم الجنة يا رب العالمين، ويديلهم حسنات، ويبني عنهم السيئات، ويحفظهم، ويحفظ الناس اللي عايشة دي طبعا، ويديهم الصحة وطولة العمر، يخليهم لأولادهم، ويخليهم لعيالهم، ويخليهم لأمهم وأبوهم، ويخليهم لستهم، ويخليهم لأهل مصر كلهم يا رب العالمين، ويحفظنا وأجمعين، ويدينا الصحة وطولة العمر، ويخلينا لأهلنا. وإن شاء الله انزل الله هحكي لكم برضو على قصة شفاعة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي شفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لايك وكومنت وكسبلو. تابعونا على كواي والتيك توك واليوتيوب والانستجرام ماشي، وتابعونا برضو. أنا بعمل صفحة على الفيسبوك، بنزل حاجة زي أدعيات كده صغيرة